السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ فيديو جديد النهارده معاكم. هعمل لوبيا. انا مولعه على الميه هي. طبعا لما غليت نزلت عليها باللوبيا هي. كنت نقعها بميه سخنه. لازم تنقعي اللوبيا وتغسليها قبل ما تولعي عليها تتسلق. والناحيه التانية مولعه على ميه. احط بقى فيها ايه؟ الفرخه. طبعا الرجول دي جميله، فيها كولاجين عالي جدا يعني. والله انا بقالي كتير، يعني انا بحبها. بقالي كتير ما اكلتهاش، فطلبت بقى من الراجل انه يديني ايه. بس مش عارفه هي صفرة ليه كده، مش بيضه. ما علينا. هنا بقى الميه غليت، احط الفرخه واحط عليها طماطميه عندي انس بيموت في حاجه اسمها رجول، ما يسيب الفرخه وياكل الرجول. طبعا زي ما انتم شايفين كده ايه. قطعت الطماطميه. الفلفل الاسود بقى ايه، عشان انا كنت لسه جايباه النهارده في المشتريات، فطحنته لسه طحناه. هحط بقى الفلفل الاسود وورقه اللوري والملح، بس مش اكتر من كده. واسيبها بقى تستوي كده مع نفسها على نار ايه، هاديه. بعدين بقى هجيب الحله اللي هعمل فيها اللوبيا. خلاص مش هرميها، اروح اكمل بقيتهم بقى. انا بقى البصله هي. انا كان البصل ده كنت مقطعاه وكان في الفريزر، فجبت منه كده على طول. حطيت سمنه، وهحط شويه زيت صغيرين، واشوح بقى البصله شويه تدبل كده هوك. وجايبه انا لحمه مفرومه، مش هاخدها كلها، هي دوب بس على قد الاكله وخلاص. يعني حته صغيره كده هوك، واشوحها كده مع البصله شويه. واول ما تتشوح وتغير لون، هنزل بقى عليها بالطماطم. طبعا انا ضاربه الطماطم ومصفياها، واسيبها بقى ايه تتسبك. تكون اللوبيا استوت، يعني ايه اتسلقت كده، تاخد في السوا، تكمل بقى سواها ايه في الصلصه. طبعا هنا الطماطم بقى هي. طبعا هنا بقى ايه، السبيكه اهيك. هنزل عليها باللوبيا، طبعا شطفتها بقى. التوابل بقى ملح وبابريكا وفلفل اسود وشويه كمون وحته ماجي كده صغننه. طبعا بتحطي ايه معلقه سكر صغيره كده في الصلصه وهي بتغلي او وهي بتتسبك، عشان الحموضه. معلقه سكر صغننه كده او نص معلقه، بس عشان ما تعملش حموضه. طبعا هنا بقى هعمل شويه ملوخيه. عندي ملوخيه ناشفه بقى جميله، كنت انا اصلا اللي عاملاها على ايديا. يعني الملوخيه كنت انا اللي منشفاها. حطيت الشوربه واحط عليها ماجي واقلبهم كده تقليبه، وهنزل بقى بالملوخيه. هفضل اقلب بقى في الملوخيه لحد ما ايه، اشوف سمكها بقى. لو سمكها حلو خلاص مش هحط تاني، سمكها لسه خفيف هزودها شويه ملوخيه ناشفه تاني. نعم يا انس، نعم يا انس. الخروف انت حطيته بره، شوفوا كده. هنا بقى هي بقلب فيها الملوخيه كده، لقيتها خفيفه، قلت ايه هزودها معلقتين تاني. طبعا الفرخه هنا كانت استوت بقى. بص بقى، هعمل للفرخة. جبت صلصة طماطم عليها فلفل اسود ورشة ملح وشوية زيت. هدهنها بقى ظهر ووش وكده، وادخلها الفرن ايه تتحمر تحت الشواية زي ما انتوا شايفين كده. حبايب قلبي، متنسوش تصلوا على رسول حبيب قلبي عليه الصلاة والسلام. متنسوش اللايك والشير، كومنت حلو منكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب، تعملوا لنا مشاركة بالفيديو مع زملائكم كده، مع حبايبكم، مع جيرانكم.
هنا بقى اقلبها على الناحيه التانية على الظهر، عشان خاطر برضك ايه ادهن الظهر بايه يبقى كلها مدهونه، وادخلها بقى الفرن بقى تحت الشوايه كده على طول بقى تاخد لون وهتبقى جميله. وبألف هنا على قلوبكم يا حبايب قلبي. الحمار ده عامل دوشه ايه شايفه فيه ايه. طبعا هنا بقى بعمل الطشه للملوخيه. حطيت توم وحته هريسه شطه لا تذكر، عشان انا انس بياكل معانا فما بقدرش ايه ان انا اعمل اكل حراق، عشان خاطر ما يعرف ياكل، يعني لو حب ياكل منها ولا حاجه يعرف ياكل. فبحط كده ايه زي تدي زي ريحه كده وخلاص. طبعا تتشوح معايا تاخد لون ذهبي كده بسيط، اقوم نازله بقى ايه بشويه الكزبره. تحطي كزبره ناشفه. طبعا الملوخيه بقى اهي انا كنت طفيت عليها، هنزل بقى عليها ايه بالطشه بتاعتها بقى، تبقى كده الملوخيه جاهزه وخلصت. هنا بقى الفرخه هوريها لكم وهي في الفرن كده، بحاول انور الزرار طبعا فماسكه التليفون. بصوا بقى كده ايه انا حمرتها على الجنب دوت اهوت زي ما انتم شايفين كده، وايه هقلبها بقى كده ايه تتحمر من جميع النواحي بقى. طبعا انا قلت ايه اصبن بقى المواعين معاكم كده اهوت. امي خلي نعم. بابا يطلع بره على هستحمى بالخروف. هتحمل خروف يعني؟ اه. ماشي. تقوم اعمل لي ميه. ما هي انا مولعه لك عليها. طب والله العظيم لا لا. ماشي يا اوسه، لا ما تقلعش اصبر انا هقلعك انا اصبر. طبعا هنا بقى ايه بغسل المواعين، انا غسلتها كلها بقى وايه دلوقتي بقى ايه بشطفها بقى ايه معاكم. ما حبيتش يعني ان انا اعملها من الاول خالص. انس اسكت. بشيل دي. اسكت عشان ما يتكسروش. طبعا كده ايه المواعين ايه خلصت، يعني ما فيش ايه مواعين كتير، وانا واقفه كده ايه اول باول ايه بشطبهم كده ما بيبقاش تقال يعني. تاني يوم بقى لو بيبقى في مواعين زي ما انتم متعودين بقى معايا ومني يعني، بتبقى المواعين بسيطه بقى فبتخلص او قوام. لو ان المواعين والغسيل ما بيخلصوش من اي بيت، تحس ان هم ايه بيولدوا بيتكاثروا بينتشروا في قلب المكان. تبقي لسه غاسله المواعين والحوض فاضي تلاقي فيه مواعين. الغسيل انت لسه لما ومنشره في غسيل ما بيخلصوش. طبعا ربنا يقوي كل ست بيت وكل ام على عيالها، ويدينا الصحه كده ويقوينا كلنا اجمعين يا رب، ونغسل وننضف ونطبخ لعيالنا يا رب ان شاء الله. دي المطحنه اللي انا طحنت فيها الفلفل الاسود، طبعا فضيته في البرطمان بتاعه. كده خلاص خلصت المواعين وندف كده معايا الحوض خلاص. كده بقى ايه بصوا غرفت بقى الاكل. طبعا الرز ده انا ما عملتهوش، هو كان عندي
غرفت بقى هنا. بصوا أنس بحب حاجة بيموت في حاجة اسمها رجود. السلام عليكم حبايب قلبي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم.